عسلامة، مرحبا بكم في قناتي كويزين منو. اليوم جيتكم بطريقة البسيسة متاعنا الزمنية باش نبدا معاكم في المقادير. عملنا 3 كيلو قمح وكيلو ونص حمص ونص رطل عدس أحمر، 200 غرام بسباس، 200 غرام زريعة كتان، 50 غرام كليل وزعتر، 200 غرام مرد قوش، 150 غرام تابل، رطل درع، 100 غرام هشوش ورد، قشور برتقال، ورقتين رند، وطرف نعناع شايح، و50 غرام سينوج، و200 غرام حبة حلاوة. كما قاعدين تراو هوني بدينا ننظفوا فيهم. ما شاء الله هي من قبل نظفناهم قبل ما نبداو نصوروا، وقلنا خلينا نزيدوا معناتها نوريو الطريقة. كل شيء لازم ساعة البال، ديما الحاجة تجيري هكاك، معناتها اللي يحب ياكل حاجة نظيفة بالطبيعة باش ينظف ويعاود. قسمت انا وميمتي وخيتي زادة كل واحدة نظفت حاجة يعني منهم. هوني امي قاعدة تنظف التابل. انا خفيت المردقوش زادة، فقدت المردقوش ما شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هوني أمي معايا زادة ننظف قالت لي نقسموا الأعمال شوش برد. هذه السينوج بالطبع. كيلو زعتر عندي من قبل، يعني درجة 50 غرام نظيف يعني بطبيعته، ما قلت خنزيت نتفقدو. هذه زريعة الكتان زادة قاعدة يتفقد فيها زادة من قبل تنظف فيها. هونيا بدينا يعني نحمسوا في القمح. ما شاء الله اختي هوني قالت لي خلينا نبخروا شويه، قلت لها هي علاش ليه. هوني انا زريعه الكتان لازمهاش تتحمص دوب ليش يعني نقولوا احنا تشم شويه النار باش ما تصيبش الزيت نتاعها، والبسباس وحبه الحلاوه زاده دوب ليش. هوني زيد عملت الذرع حمصته كما قلت لكم، يعني قسمنا الادوار باش في ساعه نكملوا. العدس
خذينا القشور البرتقال قصيناه وحمسناه زاده، والحمص زاده حمسناه بالكدا. لازم الحمص والقمح يتحمصوا بالكدا لين يتبدل الكولور نتاعهم باش يطيبوا بالكدا. هوني ما شاء الله كيما قاعدين تراو كل شيء يحضر. هوني حطينا شويه ملح. امي ديما كل عام تحط الطرف الملح باش تصبر البسيسه، وما شاء الله يعني حتى قد ما تقعد ما شاء الله يعني ما تصير لها شيء. هزيناها للطاحونه، هذه البارح يعني هزيتها للطاحونه، واليوم ما شاء الله حضرت وكما قاعدين تراو ما شاء الله جيتنا نغربلو فيها. بالحق يا جماعة يعني نودكم وما نشهيكمش بنا بالحق، وريحة ما شاء الله ما شاء الله. أمي قالت لي هيك تو أنا نعاونك في تغربين، ربي يفضلها وربي يفضل كل ميمة ويرحم كل أم يا ربي. هذه هي بسيسة رمضان، إن شاء الله رمضاننا مبروك علينا وعلى أمة محمد. هوني كملنا غربلنا البسيسة متاعنا. وكما العادة كي تحضر البسيسة نقولوا خلينا نجربوها ونخلطوا منها شوية. خلطت أنا كما قاعدين تراو شوية. عروبي كل شيء عروبي. حطيت الشمية خلطتها بشوية زيت زيتونة وسكر محور، ومن بعد حطيتها في الطبق كما قاعدين تراو، وحطيت شامية وعندي اللوز مرحي وزينت بشوية كعبات اللوز. ما شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم